عتريس. ممكن أعرف السبب اللي خلاك حابب تشتغل في الشركة بتاعتنا بالذات؟ ولا حابب ولا نيلة، انتوا مجرد شركة من شركات كتير رميت السي في بتاعي فيها. يعني انت مش شايف أي ميزة في الشركة بتاعتنا؟ والله يا أنسة انت أكيد شغالة هنا من زمان، تقدري تسألي نفسك السؤال ده. طيب عندك لغات؟ هعمل ايه باللغات؟ هي الشركة بتاعتكوا في دي في لكسمبورج ولا ايه؟ دي انتوا في وسط البلد. شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ معاكي في الساحل من ورا أهلك، وانتي هتكوني مفهماهم انك بايتة عند صاحبتك ياسمين. انت وقح وقليل الأدب، وانا ما عنديش صاحبة اسمها ياسمين. قصدي نرمين. نسغين يا واطي. اوكي مش هنختلف. بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ وانتوا تضغطوا عليا ليه يا علم يا كفرة؟ انا جاي اشتغل ولا جاي اتضغط؟ طيب ايه مهاراتك؟ يعني بتعرف تعمل ايه؟ بعمل بيب البسطرمة تحفة. انا بسألك عن مهاراتك في الشغل. وانا اجيلكوا بمهاراتي ليه؟ امال الشغل معاكوا هيضيف لي ايه؟ عرفت شركتنا منين؟ من واحد صاحبي كان مقدم قبلي. طيب تعمل ايه لو مديرك في الشغل اتعصب عليك وسمعك كلام مش حلو؟ اعمل له شاي بالياسمين. هايل، وبعدين؟ هدلقها على الارض عشان انضفها بعد ما امسح بيها كرامة المدير. الله، طب ما هو هيرفدك. هو انا هترفد من الجنة؟ وبعدين انا ههينه وابلشه. تبقلشه؟ دي مش اجابات واحد عايز يشتغل. ده صحيح، انا فعلا مش لازمان الشغلانة ام 4000 جنيه دي. امال انت بتعمل معايا ايه في المقابلة دي؟ صاحبي اللي تقدم للوظيفة هنا واترفض قال لي هتعمل معاك واحدة انترفيو شبه جورجينا، فما اقدرش اضيع الفرصة. نعم. حبيت اجي واشوف صاحبي بيفهم في الجمال ولا هيطلع حمار. وطلع ايه؟ طلع حمار طبعا. افندم. ايوه جورجينا دي طلعت جنبك بكيزة وزغلول. مش للدرجة دي يعني. لا للدرجة دي واكتر، انا اول مرة اشوف عيون بالجمال ده. ميرسي، بس دي لينسز. ايوه بس انتي عبقرية في اختيار اللينسز. ميرسي بجد، ده من ذوقك. والقوام المثالي ده ما يجيش الا من واحدة عايشة على الجزر زي الارانب. لا انا شافطة دهون، فاضل لي 50 كيلو بس. وتوصلي اسكندرية؟ لا، واوصل للوزن المثالي. يا أنسة الوزن المثالي هو اللي يوصلك ويجيلك زاحف كمان. انت حد محترم جدا على فكرة، بس انا اللي ما كنتش فاهمك كويس. انا مبسوط قوي اللي انا شوفتك، فرصة سعيدة جدا. رايح فين؟ ما انا قلتلك انا مش جاي عشان الشغلانة ام 4000 جنيه دي. لا، انت هتتعين على 5000 جنيه. بتفهم في الكمبيوتر؟ بلعب بابجي. خلاص، ده كفاية قوي. بس صدقيني قعدتي معاكي دي بالدنيا وما فيها. ما هم ممكن يوصلوا ل 500 لو اشتغلت يوم الجمعة. لا الجمعة انا بقعد مع اصحابي على القهوة، كلام في سرك بنعاكس بنات، بس والله ما فيهم واحدة في حلاوتك وجمالك. خلاص، انت تاخد 6000. القهوة مصاريفها كتيرة باخدك. قولي بردك تاني كده. باخدك. يا خرابي على رنة الكف اللي في وداني، انا جسمي باظ. 600 علشان انت راجل بتفهم، وما تضغطش عليا اكتر من كده. طب ما تقفليهم 7 عشان بتفائل بالرقم ده. مستحيل، ده المدير ما بياخدهمش. هو المدير هياخد باله ان مناخيرك الصغيرة والجميلة دي مناخير غزالة عمرها 8 شهور. انت تعينت على 7000 جنيه وعليهم واخدة. مبروك عليا انا، مبروك عليا انا.